الراجل المغربي ديزاين ديال لافوتو شكون اللي عمرو شاف في المغرب كاع ياك حنا كتعنينا هذا الامر. مبتكر من شأنه تعزيز علامة صنع في المغرب وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات كما أرادها جلالة الملك محمد السادس. من دون مقدمات، إن قلت لكم بأن دولة عربية ستبدأ في صناعة سيارة محلية سيكون هذا الأمر كافيا لأن نفتخر بهذا الإنجاز. الأول المخترع في هذا الشيء وهو محمد السادس، سيدنا الله يخليه لنا. موقعه الريادي في قطاع صناعة السيارات، فبفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت المملكة رائدة على المستوى القاري وقاعدة عالمية لصناعة السيارات. لتصنيع سيارة مغربية بنسبة 100%، وهو ما يبدو أنه تحقق أخيرا. مؤخرا المملكة المغربية قامت بإعلان أول سيارة محلية واللي كتميز على أنها ما كتخدم لا بالضوء ولا بالبنزين ولا بالطاقة النووية، وإنما كتخدم بالهيدروجين الأخضر. في هذا الفيديو غنتعرفوا على هذه السيارة وغنشوفوا المميزات ديالها وغنشوفوا الدرجة اللي وصل لها المغرب بسبب هذه السيارة. هادشي هذا كامل غنشوفوا في هذا الفيديو. نبداو. ويضع هذا المشروع الرائد المغرب في صلب الدينامية المتجددة على المستوى العالمي، والذي تم تصميمه بشراكة مع المكتب الإيطالي المرموق للتصميم والمتخصص في هياكل السيارات، فيما تم إبداع التصميم الداخلي للمركبة من طرف كفاءات مغربية. المشروع الجديد يدخل ضمن المشاريع الملكية الرامية إلى تطوير أشكال جديدة للنقل تجمع بين النجاعة واحترام البيئة. من بعد ما مات الملك الحسن الثاني وامتلك ابنه محمد السادس العرش، قرر على انه يعطي جهد كبير في استثمار صناعه السيارات ومحاوله تطوير هذا القطاع اللي غادي يملا الخزينه الدوله سنويا، واللي خلق هذا القطاع اكثر من 190 الف فرصه عمل من عام 2014. مؤخرا في 15 ماي 2023 في القصر الملكي اللي كاين في الرباط حضور الملك محمد السادس وبزاف ديال الوزراء والمسؤولين، تم الاعلان على اول سياره مغربيه، سياره اللي كتخدم بالهيدروجين والطاقه الابديه. تم تصميم هذه السيارة بشراكة مع المكتب الإيطالي اللي مختص في الهياكل ديال السيارات. أما بالنسبة للتصميم الداخلي للسيارة صمموه كفاءات مغربية 100%. الحاجة اللي جديدة في هذه السيارة واللي مميزها هو أنها كتخدم بالهيدروجين، واللي كاين خزان في اللور ديال السيارة معزز بستة ديال الكبسولات هيدروجينية واللي كتخليك تضرب مسافة كبيرة بالنسبة ديال الوقود منخفضة. وهاد الكبسولات أو البطارية الميزة ديالها هي أنها كتشحن في 3 دقائق، كتضرب مسافة ديال 800 كيلومتر. والحاجه المهمه هي انها السياره ما كتسببش في التلوث ديال البيئه، حيت هي كتخدم بالهيدروجين، حنا كنعرفوا الهيدروجين مشتق من الماء. اما بالنسبه للدرجه اللي وصل لها المغرب، كتعتبر المملكه المغربيه اول مصدر سيارات في افريقيا والثالث في العالم من بعد الصين والهند، حيث المملكه كتنتج 700 الف سياره سنويا وكتصدر 90% منها لاوروبا وباقي الدول. فهذا كان اول اعلان لانتاج سياره مغربيه الصنع الهيدروجينيه في المغرب. وهنا نكون وصلنا لاخر ديال الفيديو. انا مكان اليوم نتلاقاو في ديما ان شاء الله. الله